السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده عن دور حضرتك بالنسبه للمواشي اللي انت مربيها، سواء مربي عجول، سواء مربي غنم، سواء مربي بهايم حلاب، او حتى لو مربي طيور، اي حيوانات في الجو اللي احنا فيه وفي الحر اللي احنا فيه ده. في الاول قبل ما نبدا حابب اشكركم اللي احنا وصلنا 1000 متابع، بس في فترة يعني الصراحة الواحد ما كانش متخيل اللي هو يوصلها بسرعة كده. يعني ان شاء الله احنا دلوقتي حوالي 1100 متابع في فترة حوالي شهر. فانا متشكر جدا ليكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا مني. ويلا بينا نبدأ ان شاء الله في موضوع جديد. ودي قناتكم، قناة المزرعة، واللي عنده اي استفسار او اي حاجة انا تحت امره في اي وقت. كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنفيد بعض، وفي الاخر احنا هدفنا اللي احنا نشتغل صح، وهدفنا اللي احنا نسهل على بعض الدنيا. اللي عنده معلومة بيقولها، وانا بطلع زي ما عودتكم، بطلع احكي لكم التجربة من ارض الواقع، واقول لكم اللي انا بعمله، وبوثقه معاكم لحظة بلحظة، سواء تحصين، سواء تطعيم، سواء اي حاجة، سواء مرض، سواء اكل. كل ده ان شاء الله موجود على القناة. فموضوع النهاردة وحلقة النهاردة حلقة مهمة خالص. مهمة بالنسبة لإيه؟ مهمة بالنسبة للحيوان. الحيوان ده مش اللي انا اجيب حيوان، اجيب عجل ولا اجيب خروف ولا اجيب نعجة وارميه في مكان كده، وارميله شوية اكل الصبح وشوية اكل اخر النهار وخلاص. الموضوع ما بيبقاش كده. طبعا مصر الفترة اللي احنا فيها ديت، طبعا كلنا شايفين الحرارة عاملة ازاي. يعني كل سنة عن سنة الدنيا بتسوء والحرارة بتعلى والدنيا بتبوظ، ومحدش عارف الدنيا رايحة فين وجاية منين. ربنا يرحمنا برحمته والايام دي تعدي على خير. فالحيوان ده طبعا بحس معاك. الحر ده طبعا بأثر عليه، وممكن كمان يعني في الفترة اللي احنا فيها ديت في بهايم كتير وفي خرفان كتير بيجيلها احتباس حراري وتموت. طب انا اعمل ايه بقى عشان اقلل الاحتباس الحراري، او اظبط الدنيا ديت، او اهتم بعجولي او خرفاني واشوف الدنيا ديت مع بعض؟ ان شاء الله هنتعلم حاجة حاجة كده. في الاول لازم حضرتك المكان بتاعك، لو انت بهايمك مطلوع او بهايمك واقفة في مربط بره او اي حاجة، لازم يكون الظل في المكان كتير. ما ينفعش الشمس تكون واخدة الحيز الاكبر من الظل، لازم يكون في ظل. وبالذات في عجول، خلي بالك، في عجول سايبة بتحب تروح ترقد في الشمس. يعني انا عندي عجلين، هو ما بيحللهمش النوم او ما بيتنتخوش كده غير الساعة 2 الظهر في قلب الشمس. فانا العجل ده لو سبته، هقول هو مش عارف مصلحة نفسه، ولا هقول هو اضرب مصلحة نفسه؟ لا طبعا، لو سبته هيجيله حمى ولا هيجيله ضربة شمس وهيروح على كده. فانا بحبسه في فترة الظهرية ديت، انا بدخله جوه من قبل الظهر، باجي حابسه في شونة مقفولة واسيبه جوه عشان خاطر ما ينامش في الشمس. فحضرتك لازم المكان يكون عندك متضلل. لازم ايه تاني حضرتك؟ لازم المية تكون موجودة. المية يا جماعة اهم حاجة، لازم تكون موجودة 24 ساعة. الحاجة اللي حضرتك بتحط فيها المية، سواء بتسقي في جردل، سواء بتسقي ارض برميل حاطط فيه، سواء حضرتك عندك حوض، ما ينفعش الحوض في الحر ده يكون فيه خزاز ويكون فيه ريم ويكون الحوض وسخ. لازم المية تكون نظيفة. يعني الحوض في الايام اللي احنا فيها ديت لازم يتغسل كل يوم. كل يوم حضرتك لازم تغسل الحوض وتملاه مية. وما تجيش تملاه مية الظهر، ولا تيجي تملاه ميه في عز عين النهار. الميه طبعا بتبقى سخنه، فلازم حضرتك تملى الحوض ده بدري عشان خاطر الميه ما تبقاش سخنه. طيب الميه برضو ما ينفعش الميه او حوض الميه بتاعك الشمس تكون بتخبط فيه. لو الشمس بتخبط فيه والعجول جت شربت منه، ولا الخرفان جت شربت منه، انت كده حضرتك بتبوظ الدنيا. فالمية من الحاجات المهمة جدا تحافظ عليه. طبعا لو امكن ممكن تحط رافع مناعة، تحط فيتامين سي، تحط زيت نعناع، في حاجات كده بترفع الاجهاد الحراري، بترطب على عجلك في المية. طيب الاكل يا جماعة في الفترة ديت ممنوع منعا باتا توكل علف في وقت الحر. ما ينفعش من بعد الساعة 9 ولا الساعة 10 الصبح تحط اي علف، ولا ردة ولا ذرة ولا صويا ولا اي علف عندك. ما ينفعش اللي حضرتك تحط. خلي لو عندك عجول علف او عندك خرفان تسمين بتسمن، خلي علفتك اخرها الساعة 8، ما تجيش غير ويكون الخرفان والحيوانات بتاعتك واكله الحاجة بتاعتك، لان خاطر العلف بيزود سخونية العجل. هو العجل كده كده جسمه سخن بحول، فانت هتديله علف تاني في الحر اللي احنا فيه ده محدش طايق نفسه. يعني الواحد قاعد اهوت اصلا، هو الواحد قاعد عمال يعرق، ما بالك بقى الحيوان ده جسمه سخن.
فحضرتك موضوع الاكل ده لازم اكلك يكون الصبح بدري، المية موجودة طول النهار. الظهر لو حضرتك عايز تدي مثلا وجبة دريس ممكن تديها، لو مثلا في وجبة حاجة خضرة سواء دريس حجازي سواء ضراوة ممكن تديها عادي. بالليل تدي علفتك وتبنى. لا مؤاخذة يا جماعة. طيب قلنا المكان لازم يكون متضلل، المية لازم تكون نظيفة، العلف ما ينفعش تقدمه في الوقت اللي احنا فيه ده. عندنا برضو حضرتك التحصينات ما ينفعش تحصنها وقت الحر، ما ينفعش يكون حضرتك عندك تحصين او انت لسه ما حصنتش وتيجي مثلا الظهر تحصن. ما ينفعش تجري ورا عجولك لو انت عندك عجول تسمين، ما ينفعش تجري وراها تمسكها توزنها، بالذات العجول اللي مطلوعه يا جماعه، العجول السايبه. العجول السايبه ديت بتفرهد الواحد عبل ما يمسكها. العجل لما بتمسكه ممكن تقعد ربع ساعه ولا 10 دقايق تمسك في العجل، تجري وراه ويخبطك وتخبطه ويمرمطك. ما ينفعش تجري وراه في الحر ده. اي معاملات مع العجول سواء تحصين سواء اكل سواء شرب سواء اي حاجة مع العجول لازم تكون بدري بدري، عشان خاطر احنا الجو ما يعلم به غير ربنا. المراوح العجول لازم يكون عليها تهوية، ما ينفعش العجول بتاعتك تكون في مكان مكتوم. النظافة يا جماعة الموضوع ده مهم، ما ينفعش تسيب عجولك في الحر ده واقفة في روح تحت منها العجر نص رجله واقفة في راوس من بتاعه وتقول لي عشان العجل حول. مفيش يا جماعة الكلام ده، بالذات في الصيف اللي احنا فيه ده. المكان لازم تنضفه يوم ويوم او لازم تنضفه كل يوم. ما ينفعش في الحر ده تعمل كده، انت كده بتضيع نفسك وبتضيع فلوسك وبتخسر فلوسك باللي انت بتعمله لو حضرتك بتعمل كده. لو عندك عجل واحد لو عندك خروف واحد، التهوية في المكان ده لازم لازم لازم. طب لو انا لسه ما جبتش عجول ولسه هجيب عجول، نصيحتي ليك ايه؟ نصيحتي يا عم اسلام تنصحني بايه؟ انصحك اللي حضرتك ما تجيبش عجول في الوقت اللي احنا فيه ده. لو حضرتك معاك قرشين عينهم وعايز تبدأ دورة عجول او عايز تجيب حاجة، انصحك ما تجيبش دلوقتي. فادي الشهرين اللي احنا فيهم دول، يعني هو شهر 7 هيخلص اهو ان شاء الله على خير، معاك 8، يبقى هات يا عم في نص 9 ولا اخر 9 لو انت لسه ما جبتش. ليه؟ هتفادي نفسك، لان بالذات لو انت مبتدئ العجول في النقل والدنيا دي كلها، الدنيا ربنا يسترها على مالك ومالنا ومال كل الناس ان شاء الله. طيب طبعا لو انا جبت هتمشي بالنصائح اللي احنا قلنا بيها ديت. دي حاجات يا جماعة لازم تكون موجودة عند حضرتك، لازم انت في فكرك كده تبقى عارف. الفكرة مش اللي انا اوكل العجل اروح احط له اكل وشرب ومية وخلاص. اي حد ممكن يعمل كده. لو جبت واحد من الشارع ما عمره ما ربى عجل ولا يفهم حاجة في المواشي هيجي يحط له اكل وشرب. فكرتك انت كمربي اللي حضرتك تبقى ملاحظ، اللي هي الملاحظة. طب الملاحظة ايه؟ انا اشوف العجل ده، اشوف العجل ده اكلته عاملة ايه، اشوف العجل ده شربه عامل ايه. في عجول يا جماعه ما بتحبش تشرب غير وهي لما تحلها وتروح تودعها على الحوض، في عجول ما بترضاش تشرب من الجردة، في عجول ما بترضاش تشرب غير والحنفيه شغاله. فدي كلها حاجات انت لازم تبقى واخدها في دماغك. ما اروحش مثلا اقف في العجل ما رضاش يشرب، لا خلاص كده انا العجل مش هيشرب وخلاص كده، لا ده ما ينفعش. العجل مش هيرضى يشرب، هو مش عارف مصلحه نفسه، هو هيموت لو حضرتك سبته كده في الحر اللي احنا فيه ده هيموت. طب العجل يشرب كم مره في الحر ده؟ على الاقل خالص لو العجل مربوط حضرتك لازم تسقيه 3 مرات، اقل حاجه 3 مرات. انا بسقي العجول عندي يمكن 4 مرات و5 مرات في اليوم، وبيشربوا. بالليل العجول عندي سايبه، بالليل ببقى مليلهم ارطيه برميل جوه يشربوا منه بالليل وقت ما يحبوا برضه. وبالنسبه للعجول المربوطه بسقيها عندي حوالي 4 مرات او 5 مرات. ما ينفعش تصبر عن المية كده. فدي حاجات كانت بس ايه، لان في ناس كلمتني وقالت لي انا عايز ابدا وعايز اعمل. فحضرتك يا ريتك ما تبداش دلوقتي، ويا ريتك تخلي بالك من مالك وتحافظ على مالك وتلاحظ عجولك وتشوف عجولك بتاكل ايه وبتشرب ايه. العجل الكسلان، العجل اللي حسيت فيه اي مرض او اي حاجه تعزله بعيد عن القطيع فورا. ما تستناش لما تقول لا ده في مش عارف، لا اعزله فورا عشان خاطر لو لا قدر الله في مرض او في حاجه. وطبعا يا جماعه لو لسه ما حصنتوش الجلد العقدي في الفتره اللي احنا فيها ديت، هو منتشر في الصيف ده، ولما بيجي الحاجه بيبهدلها. لو لسه ما حصنتوش اتكل على الله وحصن الانبول بحصن 10 عجول ب150 جنيه، حاجة مش مستاهلة من اقرب وحدة بيطرية عند حضرتك. دي حاجة مش مستاهلة. ولو انت استفدت مننا اي حاجة ما تنساش تشترك في القناة، وما تنساش تدعمنا بلايك، وما تنساش لو عندك اي نصيحة
تكتبها في التعليقات عشان كلنا نستفاد من بعض، وغيرك يستفيد وانا استفيد وانت تستفيد، والله يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.